من قلب جوهرة الشرق مدينة السعيدية تطلق جمعية ديناميات الشباب المغربي النسخة الأولى للجائزة الوطنية للشباب الرياضي والمؤتمر الوطني للرياضة في محطة تمتد من 16 إلى 19 أبريل لتشكل منصة وطنية تجمع بين التميز الرياضي الميداني والنقاش الأكاديمي تماشيا مع الرؤية الملكية السامية لتطوير القطاع تحت شعار الحكامة الرياضية في خدمة السياحة الرياضية. يبرز اختيار منتجع السعيدية كقرار استراتيجي يكرس جهة الشرق كقطب عالمي واعد، وبمشاركة أزيد من 400 شاب وشابة يتحول الحدث إلى فضاء لتمكين الطاقات الشابة ليس فقط في التنافس بل في صياغة المستقبل، الحكامة والاستثمار والتحول الرقمي الرياضي. اليوم وبدعم من شركاء آمنوا بهذا المشروع تضع الجمعية اللبنة الأولى لموعد سنوي قار يطمح لمؤسسة التعاون عبر شركات استراتيجية وجعل الرياضة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة تليق بطموحات المملكة المغربية الكبرى. اليوم اولا كنشكركم على الحضور نتاعكم معنا اليوم في هذا الحدث الرياضي الوطني المهم. اليوم هذا الحدث كيندرج في اطار واحد الفعاليات نتاع الجائزه الوطنيه للشباب الرياضيين والتي ستتضمن كذلك المؤتمر الوطني للرياضه في نسخه هذه السنه. الشعار سيكون الحكامه الرياضيه في خدمه السياحه الرياضيه. اليوم عندنا في هذه النسخه ازيد من 350 مشارك ومشاركه اتوا من مختلف مناطق المملكه غادي يتنافسوا على رياضات فرديه وجماعيه. عندنا اليوم ازيد من 14 رياضه اللي غادي يتنافسوا فيها. اليوم هذا الحدث هذا كياتي في واحد الاطار نتاع انه في اطار تاطير الشباب على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. دونك هذا هو الخلاصه نتاع الحدث نتاعنا، وغادي تحضروا معنا ان شاء الله ندوه وغادي تشوفوا غادي نرفعوا ان شاء الله مجموعه من التوصيات مجموعه من المخرجات باش نقدموها للجهات المختصه. شكرا لكم. Bonjour à tous, Miti Moussaoui Safa, présidente du bureau des sports de l'École nationale de commerce et de gestion et étudiante en troisième année FLU-NCGO. Donc le rôle d'Yali le partenariat ou Anna Nahnaya, le prix national des jeunes sportifs, on est concerné par le côté sportif. Donc les radib d'inchallah ghda, عندنا les compétitions sportives من غدا حتى نهار السبت غادي يكونوا فيه des jeux collectifs ou des jeux individuels من بينهم كرة، بيتش فولي، هاندبول، بادل، باسكت etc. سلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشاركة ديالنا اليوم تجي بناء على الدعوة اللي وجهت لنا اللجنة المنظمة لهذه الندوة العلمية المباركة والمتعلقة بالحكمة الرياضية وعلاقتها بالسياحة الرياضية. الموضوع اللي طرحت عليه اللجنة المنظمة وسأتناوله بالشرح والتحليل وهو الموضوع ديال الأمن الرياضي كمعيار دولي لضمان السياحة الوطنية. وبالتالي نحن نعرف بأن مشروع الرياضة أو الرياضة اليوم أصبحت اقتصادا قائم الذات، ويمكن الإطلاق عليه كما أطلقوا عليه اسم اقتصاد الرياضة، لأن الميزانيات المخصصة لهذا المجال وعمليات ديال البناء ديال البنى التحتيه من طرق سياره، من ملاعب رياضيه عالميه، من ملاعب القرب، من سكك حديديه متطوره، من ملاعب ديال الكره المستطيله الى اخره. هذا الاستثمار عنده علاقه مباشره، الاستثمار في المجال الرياضي عنده علاقه بالسياحه وجلب السياح، ولكنه لا استقرار ولا رياضه ولا سياحه بدون امن يسهر على السهر ديال الحفاظ على الامن العام وتأمين هذه التظاهرات الرياضيه الكبرى. وبطبيعه الحال ان شاء الله بلا هذا هو الموضوع اللي غنتناولوه بالشرح والتحليل في هذه الندوه. وشكرا. السلام عليكم. الاستاذه خديجه الدويري، استاذ التعليم العالي بجامعه محمد الاول. احنا هنا كنحضروا هذه الندوه الوطنيه اللي كتنظمها الجمعيه l'association des dynamiques des jeunes de l'Oriental et qui porte sur une thématique très intéressante liée à la gouvernance sportive au service du tourisme
سبورتيف. وانا كنشكرهم كنشكر الجمعيه لهذا الالتفات للشباب، ولا اللي لاحظت يعني مجموعه من الشباب ما يفوق 350 شاب او طالب اللي جاي من مجموعه من المدارس والمؤسسات الجامعيه بالمغرب، واللي حاضرين عندهم بزاف ديال الانشطه اللي غادي يكونوا خلال هاد 3 ايام، واللي كتركز خصوصا على الانشطه الرياضيه. وحنا كنعرفوا الاهميه ديال الرياضه في المغرب. صراحه اليوم هي بديره طيبه، ما يمكن الا نشجعوها ونحاولوا اننا نواكبوها والمساهمه فيها، لانه تتم واحد الشريحه مهمه في المجتمع وهي الطلبه وهم الشباب جيل الغد، اللي قادر انه ان شاء الله ياخذ المغرب لافاق كبيره ويواصل هذا المسار التنموي تصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. شكرا.